اختبار تاني دلوقتي. انا هعمله ان شاء الله. بس انا حضرتك بس الديسكت دي اللي قلقاني قوي، هل هيفضل ماشي طول عمره ولا المفروض بقى ان انا مثلا اعمل حاجه معينه؟ انا اعرف حاله من دكتور مجدي يا مدام ايمان، والف سلامه وشكرا لاتصالك. طيب هل المفترض ان هي تعمل ايه دلوقتي؟ الاختبار الاول نمره واحد ان احنا هتروح للدكتور. نمره اثنين هو هيحدد بقى الاسباب وهيعلمها ازاي تعرف الاسباب. نمره ثلاثه هنشوف الاسباب دي هل هي سهله ولا صعبه، وهندخل لو هي صعبه. ونمره اربعه لازم ناخد علاجات. ده عنده 4 انواع من الحساسيه، فلازم ناخد علاجات ونشوف مستوى الحساسيه بتاعته وصل لفين عشان ان شاء الله يوصل للشفاء. وبنطمنها وبنطمن كل اللي بيسمعونا ويشوفونا ان شاء الله ان الشفاء اصبح وارد وسهل جدا وعلى بعض خطوات، مش مستحيل، مش حاجة صعبة. ولا حاجه صعبه. يعني ما بقاش مرض مزمن يا دكتور؟ ما بقاش مرض مزمن. احنا من المدرسه المصريه دلوقتي الحديثه في الحساسيه بنقول الحساسيات قابله للشفاء. مش احنا بس، احنا و4 دول في العالم تانيين. امريكا ما فيهاش، كندا ما فيهاش، افريقيا كلها ما فيهاش غيرنا، واسيا كلها ما فيهاش. احنا و3 دول اوروبيه بس اللي بنقول هناك شفاء من الحساسيات. جميل. طيب حضرتك سالتها اذا كانت هي او الاب بيعانوا من الحساسيه، هل الناحيه الوراثيه ليها دور في مساله الحساسيه؟ وجود الاب او الام عنده حساسيه بتخلي كل واحد من الاطفال يتولد وعنده استعداد 20% انه يكون عنده استعداد لحساسيه في مكان ما. يعني الام عندها حساسيه في العين، ابنها يطلع في الصدر، ممكن بنتها تطلع في الجلد، مش لازم توازي نفس المكان الاب والام. بس وجود الاثنين ممكن تبقى من 40 ل 80. الاجداد بيأثروا برضو. مهم دي في ايه؟ مهم ان انا اعرف دلوقتي ان انا في اسر عندها حساسيه، يبقى انا ممكن اتدخل بكذا طريقه. هتدخل الام حامل، يبقى الام الحامل بنعمل لها برامج وهي حامل من الشهر السادس، ونديها بعض الاغذيه وبعض الادويه الخفيفه انها ممكن تاثر على معدل الحساسيه في الجنين الجاي. يعني وهي حامل ممكن تمنع 66% نمنع